واش الدراري صباح الخير عليكم، كيدايرين بخير كلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد من اخوكم الان. المهم فيديو جديد رياكشن جديده. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف لا فيديو ما تنساش لايك سبسكرايب. خليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. بعجاله باش نقول لكم هذه القضيه بالنسبه لرد على شي وحده اللي تقول لك ام حسن بوسبير اصلا مغربي. انا غنوري لكم واحد جوج فيديوهات واسمع على راسك الكرغولي. أم حسن تخلق الحدث في الجزائر، جادة الجزائريين أبناء شهداء وعميلة الاستعمار المدللة أو عرابة الفساد في شمال أفريقيا كما يلقبونها، والتي لاقت شهرة واسعة كأول بائعة هوى تشجع على ممارسة البغاء في العالم الإسلامي، وذلك بعد إحياء قصتها من قبل باحث مغربي نشر كتباً ودلائل عن حياتها وعلاقاتها المشبوهة مع الاستعمار. متابعينا الكرام، على ما يبدو أن نظام حضارة الجزائر قد فقد صوابه بسبب قصة أم حسن الجزائرية التي أسست بوسبير رفقة مجموعة من الجزائريات اللواتي كان يمتهن الدعارة في مدينة الجزائر قبل أن يحضرهم الاستعمار الفرنسي إلى المغرب. وهذه المسألة كانت معروفة لأن مدينة الجزائر كانت مركزا للدعارة والفساد الأخلاقي بكل أنواعه في تلك الفترة. فهذه القصة ديال أم حسن متابعينا الكرام بالفعل جعلت نظام حضارة الجزائر يفقد صوابه. تخيلوا معي على أنه يوم أمس الإذاعة الرسمية، القناة الرسمية الجزائرية نشرت روبورتاج. حنا كنتكلموا على قناة رسمية، ماشي صفحة في الفيسبوك، ماشي صفحة في تويتر، ماشي قناة في اليوتيوب، إذاعة رسمية لنظام حضارة الجزائر. نشروا الروبورتاج فيه كل أنواع السب والشتم فيما يتعلق بالمغربيات، في أعراض المغربيات، كله سب وشتم في اعراض المغربيات، مستوى غير مسبوق. في كل مره كنقولوا هاد الناس راه وصلوا للحضيض، وصلوا لمستوى متدني ما يمكنش يزيدوا يفوتوه، الا وكيزيدوا يفاجئونا على انهم مازالوا غاديين في المنحدر، مازالوا غاديين في هذا المستوى المتدني القذر والكارثي، ويتحفوننا بالغباء اللي عندهم. هما كيأكدوا لنا متابعينا الكرام من خلال هذه التحركات، من خلال هذا السب والشتم اللي كيديروا في اعراض المغربيات، يؤكدون لنا على اننا اصبناهم في مقتل، خصوصا فيما يتعلق بهذه القضيه ديال ام حسن. لان هذا السعار اللي كنشوفوه الان سواء في الاعلام ديال الابواق الاعلاميه ديال نظام حضاره الجزائر او القنوات الرسميه جاء مباشره بعد نشر قصه ام حسن من طرف الدكتور عبد الحق الصنيبي، وانتشرت على نطاق واسع، لان هذا هو التاريخ الحقيقي. نحن لا نتحدث بالسب والشتم، لا نتحدث بسب الاعراض، حنا كنجيبوا الوثيقه، الدليل، البرهان، الامور التاريخيه، الامور الموثقة. أما السب والشتم فخليناه لنظام حضارة الجزائر، لأنه بهذا المستوى، بهذا التصرفات، بهذا يعني الأساليب اللا أخلاقية يؤكدون لنا على أن لا سلاح لهم ليدافعوا به عن أنفسهم. حنا كنجيبوا الوثائق، الأطنان ديال الوثائق التي تفضح العورة ديالهم، وهما السلاح الوحيد اللي عندهم هو السب والشتم، كيف ما داروا في ذلك الروبورتاج يوم امس في القناه الجزائريه او الاذاعه الجزائريه او المؤسسه الاعلاميه الجزائريه الرسميه. فهذا هو السبيل الوحيد والسلاح الوحيد اللي عندهم، السب والشتم. ونعدكم متابعينا الكرام على اننا سوف نواصل فضح الدعاره في حضاره الجزائر، ابانه العثمانيين والفرنسيين بالدليل والبرهان والوثيقه. وما زال غادي تسمعوا العجب العجاب. نظام حضارة الجزائر هو اللي فتح هذا الباب وفتح عليه فعلا ابواب الجحيم. اما هذه المساله ديال السب والشتم في الروبورتاجات في القنوات الرسميه ديالك يا نظام حضارة الجزائر لن تنفعك في شيء. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم. المره الجايه ما تبقاوش تناقشوا وتنابحوا في الكومنتير، خليكم دابا مع الفيديو فرجه ممتعه. بالله غالب انا ما نقدرش نمشي معاه. علاش؟ تجتمع في بيت وكذا وينوض له. قول لي علاش؟ تفاصيل ما نقدرش ندخل فيها. اسرار. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيما هذا التبون، لا عقلية سياسية، لا بروتوكول، لا حتى حاجة ديال تحس بيه بحال جايبينو من شي سيرك ولا جايبينو من شي تيرسي ولا ما داير مو ما عرفتش شي عقلية عنده واحد قرب لا ديال صحاب التيرسي. هادي راه ما تحيدهاش لك
ويتي اللي جا فما قال ما نقول لا حول ولا قوة الا بالله. والله الا شتي هذا تصرفوا هنا في المغرب ما يعطيك حتى سيكوريتي وحق الله. دوز الفيديو الاخر. هكا ما نبقاوش نطولوا في القصه. صافي مسامح كريم تصالحوا من الصباح وهي تخندش هتديرها الاغنيه ها هي نجلسوا نجمعوا درت الحلوه اللي كتعجبك الله يطيع لي شد راه في وجه الوالده. هذاك كان عزيز عليا والله والله يشوف هكاك عزيز عليا حق الرب. الصباح وهي نقول بقى فيها الحال 3 هو بقى فيه الحال. ايوا صافي مسامح كريم. واخا هذاك عرفتي اختي راه تيحقرني دابا شي حلوه تصالحوا عليها. قلت لك وجهه قلت لك وجهه قلت لك هاد المصيبه راه غنخرج عليه لا عرفت وغادي يقول شي حاجه. عيتك الله يا خويا عيتيني والله. تبعد مني شي دابا تبعد مني واش تبعد مني راه شنو قلت لك. عيتك الله الله يجد عيتك الله. هذا خونا ديما مضارب وقتو ديما مضارب وقتو. يا اما يضربو يا اما يجبد لها صداع مع راجلها. ديما فما كان تلقى شي مشكل كتلقى سببو هو ولا لا. ورا على حق ربي. يلا دوز الفيديو الاخر. عاشق وتحية للجزائر ويا بطل الريش الاحمر. خمم كيف تعيش ما تخممش على كاس افريقيا. حنا كون حبينا كاس افريقيا كون جبناها اقسم بالله كون جبناها. يا الشيباني اسكت عا جيتيني قد جدي ما راه كون سبيت. اش بغيتي تجيبها في سروالك؟ اش بغيتي تجيب شوف ودابا باش يبردوا على ريوسهم هي كاع فاش كاع دينا حنايا التنظيم ديال كاس افريقيا قال لك اسيدي هما ينظموا حنا نديو زعما راه بغيت الكاس وشوف الا تاهلتوا بعدا. لما جا تاني شي ايكامبي اخر تاني دار لكم شي بويات ويخليكم تاني تهودوا تولي تاني البكا والشكا بحال ديالنا. دوز الفيديو الاخر. اتفاقية ما بين الجزائر وإيطاليا لتسليم المجرمين. أنا مجرم من نمي أنا. ورا الطهر اللي تعلم هاد خونا قال لك اسيدي اتفاقية طم المجرمين. هذا خويا والله تا جزائري حر بلا شك. واقيلا غادي يكون من صحاب القبائل اللي تيعرف الواقع وعنده غيرة على بلادو ولكن بان يكرغل ما كيفهمش هاد الشيء. كاينين جزائريين اللي كيفهموا هاد الشيء ومتبعينو وغاديين معاه في الطريق ديالو وكاينين كراغله اللي تابعين عمهم تبون. اش غادي دير؟ ندوز الفيديو الاخر. الناس راهي تاكل من المزبله يا ناس. اقسم بالله العلي العظيم البارح وانا جاي لندن يتصل بيا واحد ثق فيه انسان حاج بيت ربي ولاباس عليه الحمد لله ربي كيما يقول لك مسهل له اموره. عيط لي حسيت من النبره نتاعو انه يبكي. قال لي يا سعيد قال لي والله الناس تاكل من القمامه. قال لي خرجت من الجامع قال لي قسم بالله قال لي نلقى الناس ياكلوا من الزبل. قال لي الناس تاكل من الزبل قال لي مش لاقيه. اقسم بالله على العظيم غير قالها لي وحاج بيت ربي ونثق فيه انسان ثقه ماهوش اللي قال وانسان مش تاع السياسه يعني خطيه. قال لي يا بن زديره قال لي والله الناس تاكل. قال لي والله العلي العظيم قال لي غير الناس راهي تعاني. تسيير يا تبون فاشل. الوفد اللي عماك راهو يعمي فيك مش يعطيك في الحقيقه. يكتبوا التقارير على الناس اللي يعاونوا فيك بالنصيحه يقول لك هذو راهم ضد الوطن وضد اعداء الوطن وكذا وكذا لكن امورهم هما خدمتهم ما يخدموهاش. وهذا الشيء اللي قال بن سديره راه اقسم بالله الا بصح راه افقر دوله نفطيه في العالم. افقر دوله نفطيه في العالم. عرفتي شنو هي صاحبي؟ يكون عندك النفط تحت الارض وعندك بلاد ما عندهم ما ياكلوا صاحبي. ما عندهم ما ياكلوا صاحبي والله ما عندهم ما ياكلوا. وراه تيديروا الطوابير على الزيت على الحليب على الدقيق على كلشي كيديروا عليه الطوابير. وديجا حتى انا فيديوهات كان طوابير وكان بزاف د الحوايج. بلاص ما تمشي تهضر على حقك وتنوض ناضل على حقك ما تتسب في المغاربه. المروك داير المروك فعلا هما كيشحنوا فيهم سميتو النظام الجزائري كيشحن فيهم وهما كيجيو يسبوا في عباد الله. اش نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهدي ما خلق. هادشي اللي نقولو. ندوزو الفيديو.
الحمرة فرحانين بتبون راح يهبطني من الطليان. يا نورمال موت بكيو يا ربك، انتوما اصلا تموتوا بالجوع، العدس ما عندكمش، نزيد نجي انا نولي نداحس فيكم على جالس حل نعدس. يا واش بيه قسامكم فيقو. عرفتي هاد البلان هذا ديال مورا الطهر الا كان بصح ترى مصيبه كحله وحقره، مصيبه كحله. غادي تكون طاليان هكا خربق ديك الساعه. ان واحد دار لجوء سياسي راه ما غالبا ما هادشي غادر، لان واحد دار لجوء سياسي راه تولي ولد الدوله اللي موقعين فيها، يعني ما عندوش مازال الحق، مازال حتى تولي عنده حصانه، ما عندوش مازال الدوله اللي تزاد فيها انها تعاقبوا ولا تحاسبوا على شي حاجه. هادشي اللي كنقول انايا وما عرفتش اخويا. ندوزو للفيديو الاخر. مبروك للشعب المغربي تنظيم كأس إفريقيا في 2025، ومبروك للشعب الجزائري افتتاح نقطة جديدة لبيع العدس واللوبيا. الله يحفظك الدمورات، الله يحفظك. ايوا واحد الطابور اخر غيتزاد ديال العدس واللوبيا. المهم الخوت هادشي اللي كاين في لا فيديو، ما تنساوش لايك سبسكرايب. نتلاقاو في فيديو جديد. الله.